تخيل إنك تبني مدينة كاملة من الصفر، تصرف عليها مليارات، تحط فيها مصانع وطرق وكهرباء وخدمات، وبعد 40 سنة تكتشف إن ناس كتير لسه مش عايزة تعيش فيها. دي مدينة السادات، واحدة من أضخم المدن اللي الدولة بنتها في مصر. المدينة نجحت صناعياً فعلاً، فيها مئات المصانع واستثمارات ضخمة، لكن المشكلة إن النجاح ده ما تحولش لحياة حقيقية. ناس كتير كانت تروح تشتغل هناك الصبح وترجع تاني آخر اليوم، وده خلق سؤال مهم جداً: إزاي مدينة اتصرف عليها كل ده فضلت سنين طويلة من غير روح؟ هل المشكلة كانت في المدينة نفسها، ولا في فكرة بناء مدن جديدة في الصحراء أصلاً؟ وفي الفيديو ده هنعرف ليه مدينة السادات اتبنت، وليه الناس ما راحتش تعيش فيها، وإزاي بقت نموذج بيتكرر النهاردة في مدن جديدة تانية. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. في السبعينات القاهرة كانت داخلة على كارثة حقيقية. عدد السكان بيزيد بسرعة رهيبة، العشوائيات بتكبر، الزحمة بقت خانقة، والخدمات مش قادرة تستحمل الضغط. في الوقت ده عدد سكان مصر كله كان حوالي 40 مليون نسمة، لكن نسبة ضخمة جدا منهم كانت متكدسة في مساحة صغيرة جدا حوالين النيل. أكتر من 95% من السكان كانوا عايشين على أقل من 5% من مساحة مصر، وده خلق ضغط رهيب على الإسكان والمرافق. الدولة كانت شايفة إن استمرار الوضع ده هيحول القاهرة لمدينة شبه منهارة خلال سنوات قليلة. في الوقت ده الرئيس أنور السادات كان عنده فكرة: ليه كل الناس متكدسة حوالين النيل؟ ومن هنا بدأت فكرة المدن الجديدة. الدولة قالت بدل ما القاهرة تفضل تغرق أكتر، نعمل مدن جديدة في الصحراء، ننقل ليها المصانع والسكان والخدمات، ونبدأ نخلق مراكز عمرانية جديدة بعيد عن الزحمة. ومن أوائل المدن دي كانت مدينة السادات. المدينة اتعملت على مساحة ضخمة جدا، ومكانها كان متخطط ليه بعناية بين القاهرة واسكندرية، وقريبة من الدلتا وقريبة من الطرق الرئيسية. كمان المدينة كانت قريبة نسبياً من الطريق الصحراوي، وده خلاها جذابة للمستثمرين الصناعيين أكتر من المدن البعيدة. الفكرة كانت إن قربها من المواني ومن القاهرة هيسهل نقل البضائع والمواد الخام، وده فعلاً ساعد بعد كده في جذب مصانع كتير، خصوصاً في الصناعات الغذائية والهندسية. والفكرة وقتها كان شكلها عبقري جداً، مدينة صناعية وسكنية وزراعية في نفس الوقت، يعني مش مجرد عمارات وخلاص، لكن مدينة كاملة فيها شغل وحياة وسكن. والدولة فعلا صرفت مليارات: طرق، كهرباء، مية، صرف صحي، مناطق صناعية، إسكان، خدمات. وكان متوقع إن الناس هتجري تعيش هناك. بس هنا ظهرت أول مشكلة كبيرة. أكبر مشكلة في مدينة السادات إن اللي خططها كان بيفكر بمنطق الدولة مش بمنطق الناس. يعني على الورق كل حاجة كانت ممتازة، شوارع واسعة، تنظيم، مصانع، أراضي، هدوء، لكن الناس مش بتختار تعيش في مكان علشان الشوارع الواسعة بس، الناس بتروح للمكان اللي فيه حياة، وده اللي مدينة السادات افتقدته سنين. معظم المصريين وقتها كانوا متعلقين بالقاهرة والدلتا، شغلهم هناك، أهلهم هناك، مدارسهم وجامعاتهم هناك، حياتهم كلها هناك. حتى ثقافة الانتقال لمدينة جديدة ما كانتش منتشرة في مصر وقتها. المصري بطبيعته كان بيفضل يفضل قريب من العيلة والمعارف والخدمات القديمة. عشان كده كتير من المدن الجديدة واجهت نفس المشكلة في البداية. الناس كانت بتعتبر الانتقال للصحراء مخاطرة اجتماعية واقتصادية، خصوصاً مع ضعف المواصلات والخدمات الصحية والتعليم في أول سنين. فكرة إن حد يسيب كل ده ويروح يعيش في مدينة جديدة وسط الصحراء ما كانتش سهلة خالص. عشان كده ناس كتير أول ما كانت تروح مدينة السادات كانت تقول نفس الجملة: المدينة فاضية. وده إحساس قاتل لأي مدينة جديدة. المدينة كانت متقسمة بشكل هندسي ممتاز، لكن الإحساس العام كان إن المسافات واسعة بشكل مبالغ فيه، وده خلى الحركة اليومية صعبة من غير عربية خاصة. حتى المحلات التجارية الصغيرة والخدمات المحلية كانت قليلة في البداية، وده زود إحساس العزلة عند السكان الأوائل. وده أغرب جزء في القصة كلها: مدينة السادات فعلا نجحت صناعيا بشكل كبير. المدينة فيها مئات المصانع، أكل ومشروبات، نسيج، كيماويات، أدوية، هندسة، تعبئة وتغليف، وفيها استثمارات بمليارات. المنطقة الصناعية في المدينة بقت واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر، وفيها شركات مصرية وعربية وأجنبية. بعض التقديرات بتتكلم عن وجود أكتر من 1000 مصنع ومنشأة صناعية بأحجام مختلفة، وده وفر عشرات الآلاف من فرص العمل المباشر وغير المباشر. يعني اقتصادياً المدينة شغالة كويس، لكن المشكلة إن النجاح الصناعي ما تحولش لنجاح سكاني. ليه؟ لأن نسبة كبيرة من العمال والموظفين ما كانوش ساكنين هناك أصلاً.
كانوا يروحوا يشتغلوا الصبح ويرجعوا محافظاتهم تاني بالليل، وده خلق مشكلة كبيرة. المدينة بقت مدينة شغل أكتر ما هي مدينة حياة. حتى بعض المصانع نفسها كانت بتوفر أتوبيسات لنقل العمال يومياً، بتنقلهم من المحافظات القريبة زي المنوفية والغربية والبحيرة، وده معناه إن العمالة مرتبطة بالمصنع بس مش بالمدينة نفسها. النتيجة إن الإنفاق الاستهلاكي والخدمات التجارية داخل المدينة فضل محدود مقارنة بحجم النشاط الصناعي الحقيقي. الصبح المصانع والزحمة، وبالليل هدوء غريب، وده قتل حاجات كتير: المحلات، الكافيهات، الحركة، الترفيه، الإحساس بالحياة الطبيعية. وأي مدينة علشان تنجح لازم يبقى فيها ناس عايشة فعلا، مش مجرد موظفين رايحين جايين. أكتر حاجة ضربت مدينة السادات كانت إحساس العزلة. هي على الخريطة مش بعيدة قوي، لكن نفسياً كانت بعيدة جداً عن القاهرة. لسنين طويلة المواصلات كانت متعبة، النقل العام ضعيف، مفيش حياة ليلية تقريباً، الخدمات الكبيرة محدودة، الجامعات والأنشطة قليلة. في التسعينات وبداية الألفينات الرحلة من القاهرة لمدينة السادات كانت ممكن تاخد ساعات حسب المواصلات، وده كان كفيل يخلي ناس كتير ترفض فكرة السكن هناك حتى لو الشغل موجود. كمان المدينة ما كانش فيها نفس النوع الترفيهي أو التجاري الموجود في القاهرة، وده خلى الشباب تحديداً يحسوا إن الحياة فيها مملة، فالناس كانت تحس إنها مقطوعة. وده فرق كبير بينها وبين مدن تانية نجحت أكتر زي الشيخ زايد أو مدينة نصر. المدن دي فضلت مرتبطة بالقاهرة، لكن مدينة السادات كانت محتاجة الناس تسيب حياتها القديمة بالكامل، وده قرار أغلب الناس ما كانوش مستعدين ياخدوه. حتى بعد تطوير الطرق فضلت المشكلة الأساسية إن المدينة بعيدة عن مركز النشاط الاقتصادي والثقافي الرئيسي في مصر. القاهرة بالنسبة للمصريين مش مجرد مكان شغل، دي مركز للحياة كلها تقريباً، وده بيخلي أي مدينة جديدة تواجه صعوبة في منافستها. في فرق كبير بين مكان فيه عمارات ومدينة حقيقية. المدينة الحقيقية بتتبني بالناس، ذكريات، علاقات، خروجات، حركة، ثقافة، حياة يومية. لكن كتير من المدن الجديدة في مصر اتعملت بمنطق هندسي ناشف، بلوكات، شوارع، تقسيمات وخلاص. لكن فين روح المدينة؟ فين الأماكن اللي الناس تنزل تتجمع فيها؟ فين الإحساس إن المكان عايش؟ في مدن كتير حول العالم نجحت لأنها خلقت هوية اجتماعية وثقافية مش بس إسكان، زي مثلا بعض المدن الأوروبية الصغيرة اللي فيها ساحات عامة وأنشطة مستمرة وأسواق ومهرجانات. لكن المدن الجديدة في مصر غالباً كانت بتركز على البنية التحتية أكتر من بناء مجتمع حقيقي. عشان كده ناس كتير لما كانت تروح مدينة السادات كانت تحس إن كل حاجة موجودة بس مفيش روح. حتى تصميم الأحياء كان عملي أكتر من كونه إنساني. المساحات الواسعة والفراغات الكبيرة خلت الناس تحس إن المدينة أقل دفء مقارنة بالمناطق القديمة اللي فيها شوارع ضيقة وحركة مستمرة. المثير جدا إن نفس الكلام اللي كان بيتقال زمان عن مدينة السادات بيتقال دلوقتي عن العاصمة الإدارية الجديدة. ناس كتير بتسأل: هل الناس فعلا هتعيش هناك؟ هل بناء المباني كفاية علشان تعمل مدينة؟ هل نقل الوزارات والمؤسسات هيخلق حياة حقيقية؟ وده اللي بيخلي تجربة مدينة السادات مهمة جدا، لأنها تعتبر تجربة مبكرة لفكرة هل الدولة تقدر تصنع مدينة ناجحة بقرار إداري؟ والواقع بيقول الموضوع أعقد من كده بكتير. بعض الخبراء العمرانيين شايفين إن المدن الجديدة في مصر نجحت جزئياً بس لأنها ركزت على البناء السريع أكتر من خلق مجتمعات مستقرة. وفي مقارنة دايماً بين المدن المصرية الجديدة ومدن عالمية اتبنت تدريجياً على مدار عقود طويلة لحد ما اكتسبت شخصية وهوية خاصة بيها. لازم نبقى منصفين شوية. لو بصينا بعدد السكان فالمدينة فعلاً ما حققتش الأرقام اللي كانت الدولة بتحلم بيها، لكن صناعياً هي من أنجح المدن الصناعية في مصر، وفي شركات ضخمة جداً شغالة هناك لحد النهاردة. يعني المشكلة مش إن المدينة ماتت، المشكلة إنها نجحت في جزء وفشلت في جزء تاني. نجحت كمركز إنتاج، لكن ما نجحتش بنفس القوة كمدينة فيها حياة كاملة. وده بيوضح نقطة مهمة جداً: نجاح المدن مش بيتقاس بعدد المصانع بس، لكن بقدرتها على جذب البشر للحياة والاستقرار. لأن أي مدينة من غير مجتمع حي بتفضل مجرد منطقة عمل كبيرة حتى لو اقتصادها قوي. المفاجأة إن لسه عندنا فرصة كبيرة، خصوصاً بعد زحمة القاهرة الرهيبة، غلاء السكن، توسع الطرق، انتشار الشغل الأونلاين. بقى في ناس أكتر ممكن تفكر تعيش في مدينة هادية. كمان الحكومة خلال السنوات الأخيرة بدأت تطور الطرق اللي بتربط المدن الجديدة بالقاهرة، ومع ارتفاع أسعار السكن داخل العاصمة بقت المدن الجديدة خيار أرخص لبعض الشباب والأسر الجديدة. ولو اتطورت المواصلات والجامعات والخدمات والترفيه والأنشطة ممكن جدا مدينة السادات ترجع تبقى من أهم المدن في مصر، لأن أصلا عندها مميزات قوية: مساحة ضخمة، بنية تحتية جاهزة، مناطق صناعية قوية، موقع ممتاز نسبيا. يعني الأساس موجود بالفعل.
بعض الخبراء شايفين إن المدينة ممكن تستفيد مستقبلاً من التوسع الصناعي، خصوصاً مع تطوير الطرق، ولو تم جذب جامعات ومشروعات خدمية أكتر، ده ممكن يخلق حياة حقيقية داخل المدينة بدل ما تفضل منطقة صناعية بس. قصة مدينة السادات مش مجرد قصة مدينة، دي قصة بتوضح إن بناء الطرق والمباني لوحده مش كفاية علشان تعمل مدينة حقيقية. رغم المليارات والمصانع والبنية التحتية، المدينة فضلت سنين بتحاول تجذب الناس للحياة فيها مش للشغل بس. وده بيطرح سؤال مهم: هل المدن الجديدة فعلاً تقدر تسحب الناس من القاهرة؟ ولا القاهرة هتفضل مركز الحياة الحقيقي في مصر؟ اكتب رأيك، هل انت شايف ان مدينة السادات كانت تجربة ناجحة؟ ولا مشروع محققش اللي الدولة كانت بتحلم بيه؟ بس كده، سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب